ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. الكريم ده بقى جايلكم بوصفة سحرية كده مش عادية. الكريم ده هدية مجانية مني ليكم. معايا علبة تكون مغسولة ومتنشفة ومغسولة ودعكنها كده كويس جدا 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 جدا، ومنضفينها عشان ما يبقاش مكانها اي ريحة او اي حاجة، علشان الكريم يجي معاهم. ازاي تخلي بايديكي بيضة زي كده وتكون ناعمة وبسيطة وحلوة جدا؟ يلا بينا نعرف الوصفة السحرية دي. هدية مجانية والله. معايا اول كريم جلايسليت. طبعا هو جلايسليت عشان بعيده كذا مره عشان الناس اللي تكتب وما تنساش. في علبه صغنطوطه كده تبقى 15 جنيه او 10 جنيه، مش غاليه قوي. تجيبيها واعملي على قدك او مقدرتك الصغيره او الكبيره، وفي مستورد كمان بيبقى اجمل من العادي. يلا بينا نكمل. عندي زي ما انتم شايفين كده يا جميل، حطيت عليه حته من كريم نافية، وحطيت عليه قطعة من كريم ضف، وحطيت عليه أي كريم عادي اللي هو العادي بتاعنا ده. لو مش عندك أي أنواع كريم كده، أي من اللي أنا لسه قايلاهم دول، في كتير وجونسون، في كتير، حطي نوع واحد بس. ومعايا حاجة كده اسمها بانسينول بتتجاب من صيدلية ب12 جنيه. الأنبوبة دي بتخلي البشرة نضارة وحيوية. ولو عايزين فيديو عن البانسينول بس يعني هعملها لكم كده، ويعني وصفة ان شاء الله سحرية مش عادية. تمام. يعني طبعا. ومعايا بقى غطا من ومعايا يا ربي اسمه ايه، الجليسرين او الفازلين. حطي لو عندك فازلين حطي زي ما انا حاطه كده، او لو عندك جليسرين اللي هو السايل تحطي غطا، وتحطي غطا من زيت الزيتون بتاع الاكل او الشعر. تمام. وبعد كده بقى نعمل ايه؟ غطا من زيت اللوز. تمام، يعني ربع غطا من زيت اللوز. تمام. قلبي بقى كل المكونات والخلطة السحرية دي اللي هي المجانية منكم. قلبيها تقلبة كده، وشعرنا الجميل قلب. شعرنا جميل قلب. خلاص تكملوا بقى. يلا نكمل يا توتة. قلبي كويس علشان يديك كل ما تقلبي يدخل في بعض ويديك الناتج جميل جدا. ايديا بحط بقالي يعني 3 ايام فقط، وايديا جميل ازاي، حلو. تمام. طبعا يعني الكلام ده انا مش جايباها من على اي قنوات ولا على اي حاجه. دي الوصفه دي انا بستعملها بقالي سنين، بس بقالي شويه كده ما بستعملهاش وايديا باظت، وقلت لا انا لازم اعمل بقى. هحط حته دلوقتي من قدام كده، انا بحطه هو قبل النوم فقط، بتخلي بشرتك جميله. حته صغنطوطه المهم، وتروحي دهنة على ايديكي بقى او جسمك كله بعد الاستحمام. بيخلي ايديكي او جسمك كله جميل. لو انت بتحبي تاخدي دش قبل النوم اعمليها. وباي. بس ما تنسيش اللايك والمتابعة.